السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ اللي مهتم بالجديد والمفيد فعل من التطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد ومفيد. فعل من التطبيقات في القناة عندي اقدر افك التطبيقات الحديثة اللي بتسهل لك حياتك اليومية والتطبيقات الفيك وكمان التطبيقات الهاكر. النهارده ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد واسمه ريجيونز بانك. التطبيق ده مساحته 54 ميجا، محمله اكتر من مليون شخص. التطبيق ده عبارة عن تطبيق بنكي موجود في الولايات المتحدة الامريكية. تقدر من خلال التطبيق ده ان انت تفتح حساب في البنك، تقدر ان انت تطلع على الحساب بتاعك، تقدر ان انت تعرف المعاملات اللي تمت اخر 18 شهر، كل المعاملات اللي تمت سواء حد حول لك فلوس او انت حولت لحد فلوس. تقدر تحول فلوس لاي شخص عميل في البنك ده او اي شخص خارج عميل في بنك تاني. كمان بتقدر تحول فلوس لاي شخص خارج الولايات المتحدة الامريكية، وتستمتع بسعر صرف مرن وتحولها بالعملة اللي انت عايزها. كمان بتقدر تحصل على فيزا كارت تتعامل بيها في الشراء الاونلاين او في الشراء من اي متجر. كمان بتقدر تحصل على كاش باك من المعاملات اللي انت بتعملها. كل الحاجات دي بتقدر تستفيد بيها. كمان بتقدر تعمل وديعة وتقدر تاخد قرض لشراء سيارة او لشراء اي حاجة انت عايزها. تقدر تحول المرتب بتاعك على البنك ده. البنك ده تابع للفيدرالي الامريكي، يعني مؤمن، وتقدر تكون واثق من الحساب بتاعك ان هو مش هيحصل فيه اي مشكلة، او ان البنك مش مثلا مش شغال شوية وهيقفل او كده. لا، هو بنك عادي زي اي بنك، والكتروني في نفس الوقت، ان انت تقدر تتعامل كل المعاملات بتاعته الكترونيا بدون الحاجه ان انت تروح بنك الا في حاجات مهمه وضروريه جدا. كمان بتقدر تتواصل مع خدمه العملاء لو حصل عندك اي مشكله، لو التليفون بتاعك فقد او ضاع او الفيزا بتاعتك ضاعت او اتسرقت او حصل فيها حاجه. تقدر تتكلم خدمه العملاء شغاله 7 ايام في الاسبوع 24 ساعه، ان هم يوقفوا لك الفيزا كارت او يوقفوا لك التطبيق من على البنك، بحيث ان لو حد سرقه مثلا ما يقدرش يتعامل. برضو التطبيق برضو بيكون مؤمن، ان بيكون ليه باسورد او بيكون ما بيشتغلش غير من خلال البصمة الصباع بتاعك او بصمة الوجه بتاعك، علشان محدش يقدر ان هو يفتح التطبيق ولا يعمل اي معاملات عليه غيرك. مشكلة التطبيق ان هو بيتضمن اعلانات وبيطلب منك الاشتراك وشراء التطبيق، بالاضافة لان التطبيق كله باللغة الانجليزية ومفهوش لغة عربية ولا اي لغة تانية. بس كده، ده يعتبر ابسط شرح للتطبيق. بالنسبه للمميزات والعيوب، لو عجبك شرح التطبيق تدوس لايك للفيديو. لو عايز شرح تطبيق معين ارسل في الكومنت. لو شفت ميزه او عيب للتطبيق في اي تحديث من التحديثات القادمه اكتبها في تعليقات الفيديو. شكرا، سلام عليكم.